السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. قبل ذلك حكيم أرحب بمدير الشباب والرياضة ومدير الملعب ملعب ميلود هتفي السيد ياسين سيافي الذي سيعطينا بعض التفاصيل حول التحضيرات لهذه المباراة. سي ياسين مرحبا بك، كيف هي آخر التحضيرات لهذه المباراة مباراة مؤدب؟ شكرا. أولا وقبل كل شيء أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في ولاية وهران وفي ملعب هتفي مولود. كما راكم تشوفوا يعني اليوم يعني التحضيرات على قدم وساق فيما يخص احتضان هذه المقابله. احنا بالنسبه لنا يعني كمسؤولين على مستوى وهران والهياكل الرياضيه ما عندناش مقابله لا رسميه ولا يعني مقابله وديه، احنا ناخذ الامور بجديه كما يلزم الحال. اليوم يعني في الناحيه التنظيميه تشوف الملعب راهو في احلى حله، من ناحيه العشب الطبيعي اليوم يعني راهو ممتاز، هذا حسب الخبراء اللي جاوا يعينوه وشافوه. دونك فيما يخص الجانب كذلك الامني تم التكفل به بطريقه يعني جيده جدا بالتنسيق كبير مع الساده يعني الاجهزه الامنيه المتخصصه والمختصه. فيما يخص يعني الملعب راك تشوف اليوم راهو في حاله جاهزيه تامه من ناحيه النظافه، من ناحيه الاستقبال، من ناحيه يعني توفير، حتى من نعاود ناكد مره اخرى انه يعني التذاكر الموضوعه تحت التصرف يعني عن طريق المنصه راهي اكثر من 38 الف تذكره، يعني لحد الساعه راهو تم بيع اكثر من 13 الف تذكره، وراح العمليه متواصله ان شاء الله الى يوم غد. دونك احنا نجم ناكد يعني احنا بالنسبه لنا الجانب اللوجستيكي تم توفير كل المستلزمات وكل المتطلبات. ما يخفاكش كذلك باللي انه جماعه الاتحاديه الافريقيه لهذه المقابله يعتبروها مقابله يعني ان تيست ايفنت. دونك احنا حاب يشوفوا بابري من ناحيه يعني الفعاليه ومن ناحيه اندماج حتى الحركه الجمعويه اللي في هران، لانه كانت اون فورماسيون البارح عن طريق لي بينيفول. كذلك يعني ادماج يعني هذا من الاستاديو اللي راح ندخلوهم كذلك تولي ثقافه الاستعمال والتكفل كذلك بالمداخل بالنسبه للمواطنين. نظن باللي يعني الامور كلها متوفره ولا احسن حال، حتى هم يعني سجلوا ارتياح كبير جماعه لاكاف، لانه نعاود ناكد مره اخرى لانه كان يعني قرار سابق انه لا يمكن استعمال المنشات الرياضيه اللي تحت هذا الشان 2023 جونفي. هذا الماتش راهو ماتش استثنائي يعني حتى يكون يعني تجربه لهم هم ويشوفوا الفعاليه المتدخلين يعني بكل في ظروف عاديه يعني في ظروف المقابله. نقطة مهمة يعني أثرتها هي أنه هذا اللقاء هو لقاء يعني تجريبي يعني لاحتضان الشان، وأيضا بعد ذلك يعني ملف الجزائر في احتضان كأس إفريقيا 2025. لذلك ربما نقطة مهمة يعني توجه للجماهير اللي حتكون في الملعب، جماهير الوهراني أو اللي تجي من كل أنحاء الوطن، لأنه على بالنا باللي كاين جماهير اللي حتجي من كل أنحاء الوطن. ربما في إطار تصريح الناخب الوطني جبال بالماضي اللي قال لك يجب احترام يعني النشيد الرسمي للمنتخبات المنافسة، وايضا بعد السلوكات اللي شفناها في مباراه نيجيريا في لقاء الفارق مثل رشق الارض بالقارورات، يعني نوجه كلمه يعني او نداء في ذلك الاطار للجمهور الوهراني. يعني والله يعني هذه نقطه يعني جد مهمه. احنا بالنسبه لنا يعني اون لونس ان ابل كذلك لي سيبورتور اللي راح يجيونا، يعني احنا نقول باللي وهران ربحت يعني واحد المستوى مستوى دولي وباعتراف يعني كل الناس، خاصه في الطبعه 19 لالعاب البحر المتوسط، وين كان انبهار الناس بالتعامل الايجابي والحضاري اللي يعني الناس اللي كانت حاضره على مستوى يعني الملعب. اليوم ما عندناش الحق ان نزيدوا نطيحوا في المستوى، نرجعوا لامور اخرى. احنا المطلوب من الناس احنا هذا كيما ما نحبوش احنا النشيد تاعنا احنا الوطني يسيفليوه، كذلك حتى الناس لازم واجب علينا نحترموه، خاصه انه نقولوا ربحنا ان ستاتيو اللي لازم ما نرجعوش نعاودوا نرجعوا للوراء. كذلك يعني فيما يخص يعني بعض التصرفات الاخرى يعني مش غير تصفار على الاستهجان على مستوى يعني هذا ليمين ناسيونال، كذلك يعني رمي القارورات يعني هذا تصرف مش مقبول ومش معقول. نحاولوا قدر المستطاع انه الانسان يعطي الصوره المثاليه، يعطي الصوره الحقيقيه للشعب الجزائري، لانه الشعب الجزائري ذواق للرياضه ويعرف الرياضه ومحب للفريق نتاعو، مساند للفريق نتاعو في كل الظروف. يعني تبقى لنا هذه العمليه نظن باللي يعني هنا وهران راني كسبت مستوى اللي يخليها دائما تكون يعني كمرجع. احنا ماذا بينا دوك ما بقيناش نقولوا نديروا التصرفات هذه ما نقبلوش، احنا لازمنا نكونوا ريفيرونسيال، هذه عندنا ريفيرونس اللي هو ملعب وهران وناس وهران والناس المتوافدين على وهران. ما يخفاكش باللي شعار السيد رئيس الجمهوريه اللي كان هضر عليه في العاب البحر المتوسط قال لك الجزائر تحتضن وهران تنظم. هذا الملعب راه محلول لكل الجزائريين والفريق الوطني تاع الناس كل، دونك يجيونا من ولايات اخرى ومن اي مكان جان مرحبا بهم راهم في بلادهم. بقات يعني التصرف لازم يكون عندنا تصرف مثالي وحضاري. شكرا.
يعطيك الصحة سي ياسين. بدنا بلي عندك انشغالات كثيرة، نتركوك يعني من انشغالك آخر الترتيبات. بارك الله فيك سي ياسين، شكرا لك. حكيم، إذا كانت هذا تصريح يعني ياسين السيافي مدير الملعب وأيضا مدير الشباب والرياضة لولاية وهران. مثل ما شاهدت يعني حتى أرضية الميدان حكيم تبدو في حلة جيدة وتحسنت كثيرا مقارنة بشهر يعني بالشهر الفارط، شهر سبتمبر، حين واجه المنتخب الوطني منتخب غينيا وأيضا نيجيريا. اليوم الملعب يعني في حالة جيدة، حتى المنتخب الوطني لن يخوض حصة تدريبية فيه، بل ستكون فقط حصة تدريبية واحدة للمنتخب المالي عفوا في توقيت اللقاء. نعم، الساعة 8:30. إذن نقطتان مهمتان كما المهوي أشرت لهما مع ضيفك الكريم مدير الشباب والرياضة حول عدم التصفير على النشيد الوطني المالي وأيضا عدم رمي القارورات. حملة توعية كيف تكون؟ يرتقب أن تكون حملة توعية متواصلة للجمهور الوهراني حول هاتين النقطتين. أكيد، وهو ما يجب التجند عليه، خاصة أن هذه المباراة مثل ما قال هي مباراة تجريبية، لأنه وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو متواجد بمدينة وهران، يعني يشاهد كل الترتيبات، وأيضا سيدون تقرير حول سير المباراة وسيرورتها، وذلك لربما التحضير للشان، وأيضا هي ربما أحداث متسلسلة، بأنه بعد ذلك يوجد ملف الجزائر لاحتضان كأس إفريقيا 2025. لذلك هذه التصرفات، ربما اقتحام الملعب، ربما رمي القارورات، التصفير على أنشطة المنتخبات المنافسة، كل هذه الأمور تضر بملف الجزائر وصورة الجزائر. لذلك الجمهور الوهراني المتعقل المضياف الذي يرحب بالجميع، نتمنى أن تنعكس الصورة الجميلة لمدينة وهران في أرضية في ملعب ميلود هدفي، وتكون حفلة، لأنه قلت لك رغم التوقيت الصعب، لأنه الكل كان يتمنى التواجد في المونديال، إلا أنه سيكون إن شاء الله الملعب ممتلئ. 13,000 تذكرة بيعت من بين 38 أو 38 ألف تذكرة. يرتقب أن يزداد العدد البيع عملية التذاكر في ممكن إلى الأمسية مثلا حتى يوم الصبيحة، أم هناك إجراءات أخرى إذا لم تباع كل التذاكر؟ ماذا سيكون الأمر ربما؟ لا، ربما ستباع كل التذاكر، خاصة أن العملية في بدايتها فقط، ولا يزال اليوم كاملا، وغدا يعني حتى حوالي الساعة 5 تغلق ربما منصة التذكرة إلى لم تستكمل كل التذاكر. قلت لك ربما توقيت المباراة الذي جاء في افتتاح المونديال ربما أغطى ربما نوعا ما من الاهتمام الإعلامي بهذه المباراة، لأنه الكل ربما يرتقي في انطلاق المونديال. لكن قلت لك المنتخب الجزائري وأمر مقدس، حتى إن غاب على المونديال، حتى إن كان التوقيت صعب، حتى إن كان المنتخب يمر بمرحلة صعبة نوعا ما، لكن هذا منتخبنا ويجب أن نكون وراءه في كل الظروف، يعني حتى في الأوقات الصعبة، وليس لما يفرحنا فقط. لكن في الشارع الوهراني الكل يتكلم يعني حول المنتخب الوطني وحول يعني الأداء الذي سيكون، رغم أنهم كانوا يمنون النفس برؤية وجوه جديدة. جميل. كمال، قبل أن أتركك تذهب أريد أن أطرح ما يرغب فيه المشاهد. الإجراءات اللي بالنسبة ليوم غد بإذن الله، كيف ستكون العملية؟ الدخول من أي وقت مثلا؟ هل حدد توقيت محدد؟ غلق الأبواب كم توقيت أيضا الذي سيكون؟ هي نفس الإجراءات التي تبعت في اللقاء الفارط. الأبواب اللقاء ستكون يعني مفتوحة، الملعب عفوا ستكون مفتوحة بداية من الساعة 1 بعد الزوال، وسيكون يعني دخول الأنصار تدريجيا حتى ربما يتفادى الازدحام في آخر اليوم، خاصة أنه يوم عمل، لأنه الأنصار سيكونوا مرتقبين في نهاية اليوم بكثرة بما أنه يصادف يوم عمل أو خلال أيام الأسبوع. إلى ذلك يعني كل الإجراءات هي نفسها التي اتبعت في اللقاء الفارط، مع يعني تشديد الإجراءات الأمنية هذه المرة، لأنه قلت لك الأعين كلها موجهة إلى لقاء الغد بالنسبة للكاف، لأنه سيكون محطة تجريبية للشان ومنها إلى احتضان الجزائر. لذلك كل يعني مخالف وكل من يرتكب ستكون هناك عقوبات مشددة حسب ما استسقيناه هنا في ملعب ميلود هدفي.